حياكم الله أخواتي. صاحبة السؤال آخر أرقامها 328 تسأل كيف نبعد الطاقة السلبية عن أنفسنا وعن البيت. يعني كثرت الآن المحاضرات والدورات عن الطاقة السلبية والإيجابية، طاقة المنزل وكيف نخلي المنزل، يعني تقريبا كثير أشبعوا هالموضوع بالرسائل. أنا الآن سأضيف فقط أمور بسيطة. كيف نجعل البيت طاقته إيجابية ونبعد الطاقة السلبية عن منازلنا. أسباب الطاقة السلبية ما هي؟ في تصوري أول سبب من أسباب الطاقة السلبية هي المعاصي. المعاصي من المؤكد أن بمجرد الإنسان يفكر في المعصية، بس ينوي المعصية، مثلا ينام وما له نية أنه يجلس للصلاة، بس ينوي هالنية، ذبذبات البيت تصير سلبية. إذا اشتغلت الأغاني في البيت أو الزوج قال كلمات غير مناسبة، فيه إهانة لأحد أو سب أو شتم حاشاكم البعيد، أو حصلت غيبة، أي معصية تصير في المكان، في المنزل، في أي مكان، على طول الذبذبات تنتشر في المكان ويصير طاقة البيت سلبية. النقطة الثانية اللي تسوي طاقة البيت سلبية التفكير السلبي. حتى لو كان الشخص ترى مؤمن ومتدين، لكنه راعي نكد، راعي تشاؤم، أو المرأة متشائمة، دائما تقدم الشر وتقدم الأمور اللي مو زينة، دائما خايفة، دائما خايفة، كله مقدم الخوف، خوف الحرب، خوف الفقر، خوف الأمراض، خايفة على عيالها، خايفة من العنوسة، خايفة من الأمراض. هالخوف هذا دليل على عدم الإيمان، على ضعف الإيمان، عدم الثقة بالله، عدم التوكل على أن هناك رب رحيم كريم ما يغفل عن عباده. فايش يسوي؟ يلوث البيت، هالسوء الظن يلوث البيت، وهو طبعا تابع للفقرة الأولى اللي هي المعاصي. فإذا النقطة الثانية هي التفكير السلبي يلوث البيت. النقطة الثالثة أيضا اللي تخلي طاقة البيت سلبية الأجهزة الإلكترونية. حتى لو كانت هالأجهزة تشغل اللي تشغل، حتى لو شيء حلال، هالطاقات هذه اللي تطلع من الأجهزة كلها، الجوالات والأجهزة الذكية والتلفزيونات والآيبادات، كلها تسوي طاقة سلبية في البيت. أما إذا كان باعتدال طبعا يمكن إزالته، لكن إذا كان كثير، جوالات تشتغل كثير وقدام وجهنا اللابتوب والتلفزيون، 100% هذا راح يعطي طاقة سلبية. الفقرة الرابعة اللي تسوي أيضا طاقة سلبية في المنزل الأوساخ، أوساخ البيت. يعني الله يكرمكم، القمامة، سلات المهملات، حفاضات الأطفال، كثرة الغبار الآن اللي في المنازل. أيضا الفوضى، فوضى البيت مش مرتب، مو كل شيء محطوط في محله، هذا كله يسوي طاقة سلبية. زين، يعني الجواب الآن كيف نخلي البيت إيجابي؟ بالعكس تماما. شنو هي الحلول؟ الحلول ان احنا نملأ البيت بالأجواء العبادية، يكون القرآن يقرأ في البيت، والمحافظة على الصلوات في أول وقت، نشغل الأذان. هلا أخواتي أكثروا من تشغيل الأذان، سواء في أوقات الصلوات، حطوا على قناة كربلاء عند الأذان، وخل يدوي تحت قبة الإمام الحسين الأذان يدخل في بيتنا، هذه في بركة تحضر الملائكة. النوم وإحنا مشغلين القرآن، حتى لو طلعنا من البيت حلو ترى نخلي التلفزيون يشتغل والقرآن يشتغل، لو ساعة نص ساعة ما في مشكلة. نشغل حديث الكساء كذا وانت تطبخين تشغلين حديث الكساء، قراءة حسينية. إذن الأجواء العبادية في البيت شو تسوي؟ تملأ الطاقة الإيجابية، سواء بشكل مباشر أو نستفيد من الأجهزة. هذه الحلول الآن. الحل الثاني أيضا التفكير الإيجابي. يعني إذا صار في أحد أفراد البيت سلبي، فهو يمص الطاقة الإيجابية، هذا مصاصين الطاقة السلبية. فنحاول نحن نقنعهم ونغيرهم بأسلوب مناسب، بأسلوب مؤدب، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ننصحهم أنهم ما يفكرون بطريقة سلبية، حتى لو هو ساكت ترى يلوث البيت. فإذا نحاول نفكر دائما بإيجابية في المنزل، نقدم الخير، إن شاء الله في زواج، في نصيب للأولاد والبنات، في وظائف، والعافية جاية، والإمام المهدي قرب ظهوره، والخير جاي. حتى لو جاتنا مصايب، جاتنا كوارث، كل الكون يتحرك في صالحنا، لأن احنا مؤمنين ومع الله. خلونا كلنا نفكر بهالطريقة. طبعا دي ما تجي في يوم ليلة، ندرب أنفسنا أخواتي،
نحاول ندرب أنفسنا على هالطريقة. بعد شنو من الحلول؟ الآن قلنا حلين: حل عبادي اللي هو عن طريق ملء الأجواء الروحانية في المنزل، 2 عن طريق التفكير الإيجابي في المنزل مثل ماي الورد يصير، مثل العطر الحلو في البيت. أيضا نحاول نكون البيت دائما في حالة نظافة، ما نرضى ان احنا ننام وفي قمامة مثلا او في زبايل الله يكرمكم او في اوساخ. يعني التنظيف يومي في البيت، ونخلي افراد البيت كلهم يتعاونون يوميا، نجمع المهملات ونخرجها من المنزل ونرتب البيت كله بقدر ما نستطيع، نخلي البيت نظيف ومرتب. شو اللي يصير؟ بيصير ان البيت طاقته ايجابية. وفي اشخاص ما شاء الله يعني انا سمعتها ان بمجرد يدخل الشخص في بيت فلان يشعر براحة عجيبة، مع أن البيت من ناحية الأثاث والأتيكيت عادي جدا، بيت يعتبر من البيوت العادية المتوسطة، مو راقي وموضة وكذا، لكن ما ودهم يطلعون من البيت. يوم سألوا عرفوا السبب، أن هالشخص مهتم بهالخطوات ال4، أنه يملأ البيت بالأجواء العبادية، القرآن والأذان والعبادة ما توقف، ودائما يفكر بتفاؤل هو وزوجته وعياله، ومتفقين على أن الكل يساهم في تنظيف البيت وترتيبه، ويرشون دائما العطر. أي عطر؟ عطر الحب والسلام والإيمان والتفاؤل. وهلا أيضا نشغل الحرمل. معروف الحرمل في امتصاص الطاقة السلبية. قبل الأذان بنصف ساعة أخواتي بخروا بيوتكم بالحرمل. في روايات وسمعت أنا من أحد الأطباء شخصيا من خلال تجارب مخبرية، من أفضل أنواع امتصاص الطاقة السلبية وتعقيم البيت والقضاء على الفيروسات هو الحرمل. بخروا بيوتكم في الحرمل، خصوصا ليلة الجمعة قبل الأذان بنصف ساعة. الله يبخر قلوبكم إن شاء الله بالطاعة والهداية والصلاة على محمد وآل محمد.